يا صاحبي. بس معلش، عايز بس اتاكد اشوف الطلقه جوه ولا رايش. تقريبا رايش. حظك حلو. ايه رايش؟ لا، رايش. ومعرفتش هما مين؟ بسطجيه بيوصلوا رساله وطلعوا يجروا. ويروح فيها راجب السواق. نصيبه بقى. هم لو كانوا عايزين رقبتي ما كانوش رحموني. ومعرفتش مين اللي عمل كده؟ مش هتفرق يا صاحبي. يعني مش تفرق. انت عمال بقالك مده بتقول لي عايز اخلع اخلع اخلع. اكيد انت حاسس بحاجه وعارف مين اللي عمل كده. معلش استحمل. ورحمة سيد اخويا ما اعرف. المهم قول لي، عملت ايه مع الحمار اللي رحت له؟ طلع عندك حق، ما بيجيش غير بلاوي الدراع. غالي والطلب رخيص. انا اهم حاجه عندي سليم، لازم يتامن كويس. طب ما ترسيني عشان ابقى فاهم ومعاك. ارسيك؟ هو انتوا في حد فيكم رسيني على حاجه؟ قصدك ايه؟ ان انا مخبي عليك حاجه؟ مش انت لوحدك. علي اللي كنت فاكره صاحبي طلع مخبي جواه غل سنين لحد ما لقى حجه يطلعه بيها. اشرف عشره عمر اللي متربي معايا قالب وشه، اقعد اتكلم معاه ما فهمش منه حاجه. زعلان ان انا ما حكيتلوش، فاكر ان الموضوع صغير شغل عيال يعني. حتى موت ابو العزم عرفوا يخبوه في ثانيه، وفجاه عملوا منه بطل. طب ودي تزعلك في ايه؟ يزعلني في ايه؟ اللي عملته ما يتحسبش، واللي ما عملتوش عمال بيعد عليا. على الاقل افهم يا اخي، كل ده مش من حق ازعل يا بابو. خيرهم انت. مش عايز تقتنع ان احنا الاتنين في مركب واحده؟ مش عايز تقول لي مين اللي عمل فيك كده ومخبي عليا؟ شايف السفاره دي يا جمال؟ بعدد الشوك اللي طارح فيها بني ادمين عايزين رقبتي. تفتكر لو انا اتجرحت وانا بوريها لك دلوقتي اقرب وشي منها عشان اعرف اني شوكه علمت عليا؟ وشي كله هيبوظ يا صاحبي. متاكد يا بابو؟ استنى يا جمال. انا هقول لك يا صاحبي، يشفع لي عندك ان الوحيد في اصحابك اللي صرحك. فلوس الكومي انا السمسار بتاعها، ورجالتي هم اللي عملوها. واقف كل ده بتتفرج عليا؟ ابني اتخطف وتفضل ساكت ومخبي عليا؟ رقبتي كانت تروح قبل ما يحصل لك انت او سليم اي حاجه. انا مش خاين يا جمال. انا كنت هقول لك، ورحمه سيد اخويا كنت هقول لك، بس لما يحين وقته. وقته؟ متاخر قوي يا بابا. لو متاخر ما كانش جرالي ده الليله دي. في واحد عايز يطلعني بره الصوره خالص، بيكسر كل اللي حواليك عشان يفضلك انت بس. مين ده؟ صاحبك علي الميري. زي ما بقولك، علي الميري هو اللي مدبر كل حاجة، ومش هيطمن ولا يهداله بال طول ما احنا مع بعض. يا ريتها جت على علي يا بابا. الموضوع اكبر بكتير. انا كل يوم بيعدي بتورط فيه اكتر من اليوم اللي قبليه. كنيسه، بهجت سالم، ابو العزم اللي حصلت غصب عني. هفضل لحد امتى احل في مشاكل؟ واحدة واحدة يا صاحبي. احنا نرتب رأينا صح، وبعدين ندورها حرب فوق دماغهم. حرب هيندموا عليها، حرب هترجعني اوسخ من اول مليون مره. عشان كده قلت لك نشتغل على نوع ونفرمه وقتي، هو اللي كان تحت ايدينا. نوح باين عليه ان هو مسدود منهم ومش ناويين يرموه، وده على فكره في مصلحتي. لو خلصت منه ابقى بضيعه من ايديا. وتفتكر هو كده ما ضاعش بعد ما رحت له؟ اكيد هيحرص منك. مش فاهم.
الجيش رحت لقيته قافل ومالي ايده من الناس اللي وراه. لما يبقى معاك مفتاح وتجربه مره وما يفتحش اوعى ترميه. روح طلع نسخه تانية اكيد هيفتح. ايه يا ابني كل ده عشان تفتح؟ نايم ولا ايه؟ يا جيمي ده الساعة كام؟ الساعه 2:15. عمال اكلمك تليفونك مقفول. في ايه؟ هتفرق ايه يعني؟ مالك في ايه؟ قرفان وزهقان ومش طايق نفسي. الموضوع شكله بجد بقى. في حاجه حصلت ولا ايه؟ اللي حصل ان كل حاجة ليها قيمة بتروح. أي حاجة بتفكر إن هي لحظة حلوة في حياتك بتقلب لنكد. يا عم أنا كان مال أهلي، ما كنت عايش زي الفل. فهمت. يبقى الباشمهندسه منكده عليك. عادي يومين وكله هيتصلح. كل ما تصلحش مش فارقة. أنت كنت فين؟ رحت لك عند بابا وما لقيتكش. أنت بتتحرك إزاي يا ابني كده والحكومة بتدور عليك؟ يا عم ما تشغلش دماغك، انا بتصرف. المهم دلوقتي انا جايلك في كلمتين مهمين. خير. انا كنت هسافر كمان كام يوم. تسافر؟ تسافر إزاي؟ يا عم ما تقلقش بقى، انا بتصرف، انا بظبط اموري. أيوه طب أنت عايز مني إيه يعني؟ سليم، عايز الفتره اللي جايه اخفيه خالص بره مصر، عايزك تسفره. تسافروا إزاي؟ ما ينفعش يا حبيبي. فدال خدت حضانته. ايه؟ حصل امتى ده؟ وازاي ما تقوليش حاجه زي دي يا اشرف؟ يا عم انا رحت لك عند بوبو عشان اقول لك. فاكر المحامي اللي اسمه بدير فرحات بتاع الكومي ده اللي لقوه مقتول؟ ماله؟ فدال خليته يرفع عليك قضيه ويكسبها لها. ماشي مش مشكله. المهم دلوقتي انت كنت قلت لي تعرف مدرسه شغاله في مدرسه داخل في باريس، مش كده؟ ايزابيل مالها؟ هو انت بتفكر تسفر لها سليم ولا ايه؟ اه. طب ازاي؟ احنا كده نبقى خاطفينه. يا عم اعمل اللي بقول لك عليه وخلاص، ما تشغلش دماغك. ظبط انت اتصالاتك وخلص كل حاجه، وخروجه من المطار دي مسؤوليتي انا. ايوه يا جمال، افرض عرفت اعمل كل ده، الواد هيعمل ايه؟ الواد ما ينفعش يعيش بره مصر كده من غيرك. معلش بقى يا اشرف، يعيش بعيد عني شويه صغيرين احسن ما ياخدوه مني ويعيش بعيد عني طول العمر.